رنا، يبقى شخصيه دكتوره رنا. ما ينفعش دكتوره رنا يبقى دكتور ايمن، لازم تبقى دكتوره رنا، عشان دكتوره رنا هيبقى ليها الطعم بتاعها. حتى على فكره لو دكتوره رنا قررت تبقى شهيره في الليزر كده زي الدكتور ايمن، في الاخر هيحصل ايه؟ هيبقى ليها طعمها المختلف عن دكتور ايمن، بس تبقى دكتوره رنا. القصه دي حقيقيه برضه. I want to take out a loan. واحد جاي لي قال لي يا دكتور احمد انا عاوز اخد قرض. قلت له ليه هتاخد قرض؟ انا عاوز اجيب ميكروسكوب واجيب سكانرز واجيب اكس رايز واجيب مش عارف. حلو برافو، ها ليه بقى تعمل كده؟ قال لي عشان ابقى زي دكتور كذا، مش عاوز اقول اسماء يعني، دكتور مصطفى سامي. انا بدون ذكر اسماء. طبعا انا قعدت اقنعه ان الدكتور مصطفى سامي ده اصلا مش لاقي ياكل يعني. انت متخيل ان واحد قرر يدين نفسه ويتداين عشان يبقى شبه حد تاني؟ السؤال مش كده، السؤال هو بعد ما يشتري الحاجات دي عيادته بقى كانت في مكان تستحمل كل ده بتدخل له الحاجات دي؟ الاجابه لا. لا، بس هو بيكوبي فكره في دماغه هيدفع ثمنها غالي، وهيوصل لمرحله ان هو يفشل وقد يتسجن لمجرد ان هو شاف حد ناجح ما شاء الله بس في حياته في ظروفه في وضعه. انما انت لازم انت تعرف نفسك ايه. نتجنب ده ازاي؟ سيلف اسسمنت تو اندرستاند يور سترينثs اند ويكنس. المفروض لما اسال كل واحد فيكم يا جماعه، دي اسئله ما ينفعش تقعد تفكر فيها كتير. انت اقوى حاجه فيك ايه؟ تقول لي 1 2 3. انت ما بتعرفش تعمل ايه؟ ما بعرفش اعمل 1 2 3. ما بتعرفش تعملهم، بتكرههم، وات ايفر، مش مشكله. المهم ان انا بعرف اعمل ده وماليش في ده. يبقى انا هنفست فين وهشتغل فين؟ رقم 1. رقم 2 set realistic goals based on your resources and capabilities. حط هدف مناسب لوضعك دلوقتي، لمواردك دلوقتي، لقدراتك دلوقتي، فتقدر تحققه. ثالث حاجه اعمل خطط to fit your unique situation rather than copying other. يعني حضرتك هتعمل خطه تناسبك انت، تناسب ظروفك. معاك فلوس قد ايه؟ امكانياتك قد ايه؟ بتعرف لغايه فين في الشغلانه دي؟ اعمل بلان على قدها، مش تقعد تعمل بلانز مش بتاعتك اصلا. تاني عيله بعد السايكولوجيكال ريزونز كانت السمات الشخصيه. اول حاجه في السمات الشخصيه اللي لاحظتها في الناس اللي ما نجحتش كانت التسرع. تسرع طول الوقت، عنده قرارات متسرعه. making fast decisions without thorough planning can result in failure. انا دايما عندي قصه دكتور يس ستوري اللي هو ايه؟ بص يا بروف، نزل لنا الجهاز الفلاني ده، ايه رايك تشتريه؟ احنا سمعنا انت جنب، يلا اوكي هاته. ده احنا نزل لنا الكورس الفلاني ده، ما تخشوا يلا هاته على طول. يس. طب انت حضرتك فكرت انت محتاج ده؟ محتاجه في ايه؟ هتعمل بايه؟ لا، بس انا عندي فكره اللي هو ايه؟ يلا قبل ما يخلص، قبل ما يغلى. ازاي نتجنب فكره التسرع ده؟ رقم 1 الديسيشن ميكنج بروسيس. لو سمحت عود نفسك على حاجه بسيطه قوي. قبل ما تاخد قرار في حاجه، خصوصا لو انت عندك عياده او في جروب، من فضلك لم الناس دي واقعد استشيرهم. قول لهم والله يا جماعه انا هعمل 1 2 3. بلاش تجري وتروح واخد القرار. خلي حد سميه في حياتك، خلي حد في حياتك دايما تسميه الفرامل. مستر فرامل ده لازم يكون معاك، مستر بريك ده لازم يكون معاك في حياتك عشان قبل ما تجري يمسكك شويه. 2 استراتيجيك ثينكينج. فكره ان انت تسال نفسك سؤال مهم جدا وانت داخل على اي موضوع. هو انا ايه الاوت كوم بتاع القصه دي؟ لما انفذ القصه دي، لما اعمل الموضوع ده، هيطلع لي ايه؟ هاخد منه ايه؟ كتير جدا ما بيسالوش نفسهم السؤال ده. لو عرفت بالظبط ايه اللي هتاخده من الموضوع ده اللي انت داخل عليه او القرار اللي انت هتقرره، هتكتشف اذا كان القرار ده اصلا مهم وتنفع تاخده ولا ملوش لازمه. 3 كونسلتيشن. تسال مين؟ اسال زمايلك، اسال ناس عندها خبره
عشان تقدر حد يقول لك بوجهات نظر مختلفه الموضوع ده كويس ولا وحش. ما تاخدش قرارك ويلا هنفذه ويلا هعمله. يبقى انت محتاج تسال الناس اللي جنبك اللي حواليك. طب وانا لسه هسال اللي بره ليه؟ عشان ساعات اللي حواليك دولت خصوصا لو انت كنت التوب في الموضوع يقولوا لك ايه؟ تمام مش انت شايفه كويس؟ تمام. فانا محتاج اسال ناس زيي برايا. عشان ايه؟ عشان دول يقدروا يقولوا لي لا بص احنا شايفين الموضوع ده ما يمشيش كده، اعمل ده كده. فزي ما يبقى عندك مستر فرامل كده هيبقى عندك ناس تانية اللي هم المؤتمنين اللي انت تقدر تسالهم. انا بجري بسرعه جدا يا جماعه والله عشان عارف ان انتوا فطستوا يعني. رقم 2 تبدا حضرتك يبقى عندك طموحات من غير اي ماركت رياليتي، ملهاش اي علاقه بالواقع. Success where preparation and opportunity meet. يعني حضرتك هتنجح لما تبقى محضر كويس وفي فرصه. فلو مفيش اي يعني قيمه لاحلامك لو هي ملهاش على ارض الواقع اي ايفيدنس. فارض الواقع دي اللي هي مين؟ ارض الواقع بالنسبه لنا يا جماعه اللي هو مين؟ هو الماركت بتاعنا. واحد فتح خليني احكي لكم القصه. انا مسميها عياده العروسه. جالي ناس قالوا لي لو سمحت يا دكتور احنا محتاجين نعمل كونسلتيشن في عياده عندنا. فرحت مركز كبير فيه 5 6 اوض. قابلت بنوته صغيره كده لسه متخرجه. باباها عمل لها المركز وبدات تفرجني على المركز. اوضه ثانيه ثالثه رابعه. شفت الالوانات يا دكتور؟ شفت لون البين كده متناسب ازاي مع دراع اليونت؟ شفت يا دكتور احنا عاملين الديكور هنا عامل ازاي؟ واخترنا اللون ده مخصوص عشان يخدم على اللون اللي جاي من الناحيه الثانيه هنا. 5 اوض دول مخدومين بريسبشن 2 متر في 2 متر. ليه؟ عشان اللي قاعد يعمل بلان لشكل ديزاين العياده دي ما فكرش اللحظه ان انا لو عندي ال5 اوض دول شغالين في نفس الوقت وكل واحد بس معاه مرافق والميعاد هيخلص وده 2 جاي وفي ال5 دول لو يعني عياده اشتغلت في بتاع 20 واحد المفروض يقفوا فين؟ في 2 متر في 2 متر. مع اننا عندنا 5 اوض بس اهم حاجه في ال5 اوض ان الوانهم عامله ازاي؟ متناسقه. ده اسمه ان حضرتك ما تبقاش ليك اي علاقه بالواقع. مش فاهم اصلا انت فاتح ايه وبتعمل ايه وعشان ايه. نتجنب ده ازاي؟ اول حاجه الماركت ريسيرش. طول الوقت كلمه الماركت ريسيرش ده انت طول الوقت لازم تفهم السوق اللي انت فيه ده وضعه عامل ازاي. اما اقول لك السوق اللي انت فيه يعني سوق طب الاسنان، يعني مصر، يعني سوق طب الاسنان، يعني المحافظه اللي انت فيها، يعني الحي اللي انت فيه. كل ده انت لازم تبقى عارفه. مره لا على طول. طول الوقت انت قاعد فاهم ايه المتغيرات اللي بتحصل حواليك. حلو. لما تعرف ده تستفيد ايه؟ هتستفيد الاخيره دي ان انت تبدا تعرض اي فكره في دماغك، اي فيجن، اي طموح، اي حاجه جت في دماغك طلعت جديد على ايه؟ على وضع السوق ده، على احتياجاته. يعني ايه؟ جالي دكتور بيقول لي دكتور انا بعمل كومبوزيت كلاس 2 وبحط سكشن ماتريكس من اللي انت عارفينها دي اللي مش عاوز عشان ما يبقاش فيه اعلانات غاليه قوي دي، ومش عارف بعمل كومبوزيت ايه وبعمل ايه وباخد 500 جنيه. حضرتك طب الحاجات دي هي كلها اغلى من 500 يعني عاملها ازاي؟ اتصرف. يعني اتصرف. قلت له قدامك حل من 2، لا اما تستخدم خامات تناسب القدره الشرائيه بتاعت الناس دي، لا اما تعمل ايه؟ ترحب. انما كونك عاوز تستخدم اللي في دماغك وتحط الفيجن اللي في دماغك من غير اي اتصال مع الواقع اللي حواليك، ده هيؤدي الى ايه؟ مش هتشتغل. اخر حاجه عشان نختم، lack of knowledge, lack of the necessary experience, skills or information about the field lead to poor decision, missed opportunities و underperformance. يعني ايه؟ حضرتك ما عندكش اي معلومات عن اداره عياده بس انا فتحت العياده. ما عندكش
ما خدتش حتى خبره، رحت وقفت مع دكاتره تانيين عشان تعرف بيديروا العياده ازاي، مش هم يا عم تدرس بس وقفت شفت الدنيا دي بتتعمل ازاي. لا، هو انا بابا عمل لي مركز ودخلت فيه. طيب هل العياده يا جماعه هي اللي بتجيب فلوس؟ يعني انا لو فتحت لكل واحد من اللي قاعدين دولت عياده 5 يونت، حطيت له فيها سكانر يعني اللي تحلموا فيها هنحطه. لا، هقول لكم حاجه جامده، هنخليكم كمان في السوق اللي ينفع يدفع الكلام ده. هل ده معناه ان العياده هتشتغل؟ ليه مش هتشتغل؟ عشان البني ادمين اللي جوه هم القيمه الحقيقيه اللي بيقدموها، هي دي اللي بتشغل العياده وما بتشغلهاش. انا اول حاجه بقعد مع اي حد اساله، ممكن تقول لي لو سمحت السيرفيس ليست بتاعتك ايه؟ بتقدموا ايه في العياده؟ عارف الاجابه النموذجيه بتاعت اي حد يقولها لك ايه؟ كل حاجه في طب الاسنان. هو ايه اللي كل حاجه في طب الاسنان؟ يعني حضرتك بتعمل ماكسيلو فيشال سيرجري؟ لا، يعني مش دي ما بنعملهاش. طب حضرتك بتحط مثلا بوتوكس لا، اصل دي ما بنعملهاش. طب حضرتك لا، اصل دي بنجيب دكتور يعني طب عندك الجهاز ده، طب عندك الادوات ده، طب عامل لها سعر؟ لا، يبقى دي مش من السيرفيس ليست اصلا. فتكتشف ان السيرفيس ليست كلها مبنيه على ايه؟ على خدمتين 3، وبعدين يقول لك اصل العياده مش شغاله. احكي لكم القصه دي كانت لطيفه جدا. I only know how to do class 1. ايه اللي حصل؟ جالي دكتور لطيف قوي فتح عياده بقالها 2 سنين. وانا فتحت العياده وجهزتها كويس قوي وخدت فلوس من بابا وجهزتها والدنيا جميله، العياده مش شغاله يا دكتور. فبقول له مش شغاله ليه؟ انتوا بتقدموا ايه؟ قال لي والله لما بيبقى في دكتور، لما بيجي في حاله تحاشي عصب بنكلم دكتور تحاشي العصب، ولما بيبقى في حاله حشو انا بعرف اعمل كلاس 1 بس. كلاس 1 بس. انتوا عارفين المشكله في ايه؟ المشكله مش ان هو ما بيعرفش يعمل غير كلاس 1. المشكله ان هو ما قعدش مع نفسه وقرر ان انا ما بعرفش اعمل غير كده. فانا محتاج واحد يقعد في العياده طول الوقت عشان اما يخش مريض يستقبله اقل حاجه. بس هو افترض نفسه ان هو ايه؟ مش انا اتخرجت وبعد الروايه اللي ساعتك كنت بتقولها من شويه حكايه الدكتوراه، في عيادات كتير بتبقى عامله دكتوراه وانتيريورز اكستيريورز ونخام وجرانيل، وتيجي مثلا تخش تسال فين اداه معينه مش موجوده، مش في الرخام. كله في الرخام. الفلوس في الرخام. اللي عاوزين نوصل له ايه؟ اللي عاوزين نوصل له ان حضرتك لو قرر تفتح عياده من غير سكيلز تكنيكال ومن غير سكيلز في المانجمنت، انت عندك مشكله كبيره. مشكله كبيره جدا. عاوز تقول لي انا هشتغل ولا مش هشتغل؟ اعرض عليا السيرفيس ليست بتاعتك، اقول لك انت هتشتغل ولا مش هتشتغل. بس مش هتعرض عليا السيرفيس ليست مكتوبه حشو كلاس 1 ب 200 جنيه وحشو كلاس 2 ب 500. لا، انت مين عندك بيعمل الكلام ده؟ عندك ادواتها، عندك خاماتها، عندك اجهزتها، عندك دكتور بيشتغلها ومستواه كويس، عندك دكتور بيشتغل ومستواه كويس وبيعرف يكوميونيكيت مع البيشنت كويس، عندك دكتور مستواه كويس وبيكوميونيكيت مع البيشنت كويس وبيعرف لو حصل فيلير يتعامل معاه. هتكتشف ان لو الناس مين الشباب بقى عنده عياده هنا كويس. دكتور حضرتك ودقن اللي وراك. ايوه انت اللي بتلف وراك انت. ايوه انت ابو دقن اهو، مفيش غيرك. ولا مش عاوز اقول الثانيه ابو دقن كفايه. قول لي اسمك ايه يا دكتور؟ عبد المجيد. انت خسيت يا عبد المجيد، انا ما عرفتكش. طيب ماشي، قول لي يا عبد المجيد عندك كام خدمه في العياده؟ نعدهم يلا، اكتر واحده شغاله فيهم. اللي انت بتعملهم صح؟ بعمل جزء كبير وفي معايا ناس بتعمل حاجات بس ده اكتر حاجه انت نفسك شاطر فيها صح؟ شفت؟ عاده بيحصل كده في العيادات. اللي بيحصل ايه؟ ان احنا بنشغل في عياداتنا ان احنا شطار فيه. ليه؟ لان انت بتتعامل معايا كانك ايه؟ انا عارف الدكتور الكلاس 1 ده اللي بيقول ما اعرفش اعمل كلاس، لو اتعامل مع العياده ان هي مش بتاعته، ان هو جاي يديرها وان هو هيجيب دكاتره تشغلها، اول حاجه يعملها ايه؟ مش هيحسب نفسه في الدكاتره. العياده تبدا تشتغل ويبدا يبص على كل خدمه في ادواتها في مكوناتها. الحقيقه ان انت هتكتشف ان كل خدمه عندك في العياده مش شغاله، في واحده من مكوناتها ناقصه. نيفر ايفر هتلاقي خدمه مش شغاله وكل مكوناتها موجوده، اتحداك. وهتلاقي كل خدمه شغاله عندك في العياده مكوناتها موجوده بامتياز. اهمهم على الاطلاق اللي انت عارف ان انت بتعرف تشتغلها.
انا بعرف، عندك الثقه لان انا بعرف اعمل دي، فتلاقيك قاعد مع العيان تعمل له ايه؟ بتماركت له حلو قوي. اول ما انت تبقى حاسس ان انت ما بتعرفش تشتغلها، او حاسس ان الدكتور اللي انت هتجيبه يشتغلها مش تحت ايدك، ملوش مالكه في ايدك، هتلاقيك بتماركت للعيان كده اللي هو يعني بص بريدج. How to avoid continuous education. لا غنى عن ال continuous education. Stay updated medically والبزنس طالما هتفتح عياده. Seek mentorship. عمال اقول لكم كونسلتيشن يعني تفهموا بقى، ها؟ واضحه. المؤتمرات حضور المؤتمرات حاجه مهمه جدا يا شباب، خصوصا اللي في الصناعه بتاعتنا. ودي مهمه جدا، البير نتوركينج. ان انت يبقى عندك دايره علاقات. واحده من اسوأ الحاجات اللي ممكن تعملها في نفسك اللي انت تقفل على نفسك وما يبقاش عندك دايره علاقات من زمايلك. مجرد ان انت تقعد مع زمايلك تتكلم معاهم اكتر، هتعرف جديد، هتعرف وجهات نظر مختلفه، هتعرف تقدم عند حد، فتبدا تحس يقول لك بالضد تعرف الاشياء انت فين. ففكره ان انت يبقى عندك دايره علاقات واسعه دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، وساعد تتساعد زي ما بيقولوا. كونكلوجن عشان تروحوا بقى وننام كلنا. اعتبروا الروشته دي مهمه جدا، سيلف اويرنس، لازم تقعد مع نفسك تتعرف على نفسك. 2، اي حاجه قسمها، اي حاجه قسمها، ما تاخدش الموضوع على بعضه كده، قسم. 3، منتورشيب، لازم يكون اسال لا خبر استشار، اسال ناس تكون عارفه في الموضوع ده. ومن فضلك من فضلك بقى، عشان الموضوع ده عندي ايشو معاه شخصي، اسال كل واحد في التخصص اللي بيفهم فيه. اسال في الزراعه عند بتوع الزراعه، واسال بتوع الحشو على الحشو، واسال بتوع البيزنس في البيزنس، ما تلخبطش. الاوت كام ثينكينج اللي هو الاستراتيجيك، لو سمحت قبل ما تعمل اي حاجه اسال نفسك هتطلع لي ايه؟ هستفيد بيها ايه؟ هتكتشف ان في حاجات كتيره مسحتها خالص من القصه عشان بلا فايده اصلا. التيم ديسيشن، خلي دايما قرارك، ما تاخدش قرار فردي، لم اللي حواليك كده وخد رايهم. الماركت اويرنس، ما تبقاش موجود في ماركت. حضرتك طبيب اسنان ما ينفعش ما تبقاش عارف طب الاسنان وضعه عامل ازاي دلوقتي، ما تعرفش السوق عامل ايه. لازم يكون طول الوقت عندك ماركت اويرنس، فاهم احنا فين ووضعك ايه، عشان تبقى تعرف انت فين. continuous education، تعلم. والله 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 اللي هيوقف فيكم يتعلم وقف تقدمه. اول ما تبطل تتعلم انت بطلت تكبر. مش تكبر في العلم، مش تكبر، ما هتكبر. اخر حاجه نتوركينج مهم جدا جدا، تتعرف على الناس، بلاش تقفل على نفسك، تعرف على الناس، تكسب صداقات، ساعد الناس، هتتساعد. الدنيا فيها ناس كتير حلوه، بلاش اللي بيقعدوا يقولوا لكم الناس كلها وحشه، في ناس كتير كويسه. اشوفكم على خير، اتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم.